السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طلابنا حبايبنا عايزين النهارده طبعا نبدأ في قاعدة مهمة جدا، ألا وهي الدايركت والاندايركت. الدايركت والاندايركت طبعا نتابع مع بعض في القاعدة مهمة جدا. بيقول لي الدايركت هو الكلام المباشر، والاندايركت الكلام غير المباشر. الاندايركت هو طبعا اللي بستخدمه بيجي لي في التشويسز او في التشوز اللي موجود معايا في الامتحان. اول حاجه معايا بيقول لي الدايركت there are two ways to what you do to another person. لما باجي اتكلم لشخص مثلا، اول حاجه معايا ان انا ابقى اخلي بالي ان الدايركت سبيتش هو بيتحط ما بين الكوتيشن ماركس. الكوتيشن ماركس اللي هم طبعا قلنا عندنا علامتين التراصيص. مثال عندي بيقول لي نبيله what did احمد say. الجمله هنا طبعا في الزمن الماضي عشان في did. ردت عليه علي he said I want to be a doctor. طيب الريبورتد سبيتش اللي هو يعني قصده هنا الاندايركت، بيقول لي بغير الكلمه في to suit the with sentence اللي مناسبه مع الكلمه، والجرامرز اللي يجب ان احنا نتبع عليها الحاجات الاساسيه من البروناونز والتنسز اللي هي الحاجات الاساسيه اللي موجوده معايا. كلام جميل. هنا بيقول لي الستيتمنتس في الجمل الستيتمنتس الجمل الخبريه طبعا انا بتنقسم معايا لثلاث حاجات، هي جمل خبريه الستيتمنت سنتنس، والجمل الاستفهاميه الكويشن سنتنس، والجمل الامريه الخبريه الستيتمنت الخبريه، وبعد كده الكويشن، وبعد كده عندي الجمل الامبريتيف اللي هي الجمل الامريه امبريتيف. تمام. طيب بيقول لي convert verbs like a following. هنا الدايركت بيبقى جاي لي جمله بيقول لي مثلا علي say to او says to، دي اللي بتبقى عندي في الدايركت. في الجمل المباشر تمام اجي احولها عندي للمباشر بحولها say to تحول لتل، says to تحول لتل، say to لتولد. تمام. وهكذا برضو لقيت say بس كان زي ما هي عشان بيبقى جمله القائل دي بسيبها هنا زي ما هي لان بتبقى جمله القائل. says تبقى says برضو، say بتبقى say. طيب بعد كده احنا بنعمل ايه؟ يعني بنحط الفاعل كما هو، وضمائر القول بنغيرها على حسب في مخاطب ولا ما فيش. قلنا برضه لو في مخاطب لو عندي say to تحول لتولد، دي طبعا مهمه جدا. قال لي omit quotation and read by that. بحذف علامات الكوتيشن اللي موجوده معايا وبربط بجمله ذات. امتى بربط بجمله ذات؟ قال لي في الجمل الخبريه. الجمل يعني جمل خبريه، جمله بيقول مثلا I will travel to USA I'm eating with my friends I declare a lot of questions about something. دي جمله بقولها جمله خبر مش سؤال او مش جمله امريه. بقول مثلا don't do that او do this. تمام، مش جمله امريه. تمام، حلو قوي. نعم. بعد كده بغير التشينج بروناونز ديبند اون مينينج، بنغير المعنى بتاع البروناونز اللي هي الضمائر بناء على المعنى. لو الفيربس عندي present or future change to the older. تمام. لو عندي مثلا مثال زي ده، لو عندي present simple بتحول ل past simple، لو عندي present continuous past continuous. يعني الزمن الحاضر اللي هو بيبقى عندي في الجمله الدايركت الاساسيه او الجمله المباشره بحولها عندي لاي زمن ماضي. مضارع يبقى ماضي present perfect past perfect، المضارع التام ماضي تام، الماضي التام ماضي الماضي البسيط ماضي تام، الماضي المستمر يبقى ماضي تام مستمر، والماضي التام المستمر بيتحول لماضي تام اللي لو مضارع تام لماضي تام طبعا مستمر. تمام. طيب نخش بقى الحاجات الاساسيه برضو اللي موجوده معايا. برضو لو في الجمله اللي فيها دايركت من will would shall should may might can could، يعني اي حاجه عندي في المضارع احولها لماضي. طيب كان could shall should may might must will would، طبعا دي بسميها عندي الافعال الناقصه التي ليس لها تصريف تالت. حاجه للقريب بحولها للبعيد، يعني عندي this تحول لذات، this بحولها لذات، here they ago before tonight that night، كل ده بيتحول عندي next year زي last year the day before، these those القريب اللي هو these those للبعيد، now then today that day tomorrow that day yesterday the day previous day. تمام. بعد كده عندي لما اجي بقى احول الجمله بتاعت الدايركت اعمل ايه؟ قال لي الجمله انا بدات عندي وقلت ممكن ابدا باللي بيقول هنا او في اخر الجمله، بس هو عندي حط لي هنا الكوتيشنز. طبعا بيقول لي I live in London. طب كل الجمل دي واللي بيقول هتتحول على اساس اللي بيقول. دي مهمه قوي علشان لما اجي اختار عندي انا بتكلم على اللي بيقول. يعني لو I هتحول لهي اقول هو، لو هي او اقول مثلا تحول لشي، حتى لو بقول على نفسي I
هتحول لشي على حسب الفاعل الجمله او القائل اللي بيقول الجمله. I live in London جمله في زمن المضارع، يبقى عندي هنا في المضارع زمن البريزنت سيمبل تحول ايه؟ هي سي هي ليفت. عملت ايه؟ حولها من الدايركت المباشر. الغير مباشر عندي طبعا حطيت الفعل المضاف له اي دي، حولت من ليفت تبقى ليفت. يبقى ذا فون از رينجينج، التليفون بيرن. رينجينج فعل معناه يتصل او يرن، تمام. زمن المضارع المستمر ام اس ار اي ان جي. طب لما اجي احولها هي سيد ذات ذا فون ووز رينجينج، حولتها من المضارع عندي للماضي. جو ليفت 10 minutes ago هي سيد، هكذا زي سيد هي جو هاد ليفت. كان عندي هنا مستر زمن المضارع البسيط حولته زمن الماضي التام. الماضي التام بيتكون من هاد والباست بارتيسيبل، هاد والباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. طيب كلام جميل. نكمل بعد كده. بيقول لي جو هاز جاست ليفت هي فيد، بقى جو بدل بدل عندي هاز حولت عندي لهيد طبعا. I will see you tomorrow he said he would. طبعا عندي برضو will الابريفيشن بتاعي الاختصار عندي will تحول طبعا ل would، تمام. بعد كده عندي I'm going to learn drive next month he said that he was going بدل المضارع مستمر حولته الماضي مستمر was where والفعل مضاف له ing. خلي بالك من التحويلات اللي معايا المهمه جدا. طيب نكمل يا مستر. بعد كده عندي حالات خاصه فيها لما يقول لي say to me good luck. طيب انا حولتها ليه لكلمه wish؟ لان هو هنا بيتمنى جود لك. التمني في التمني مع الاندايركت مهمه جدا. بدل جود لك انا قلت هي ويش مي لك، مهمه جدا. he said what going to he suggested going to what's about going to he suggested. she said yes I can help she agreed to me. هي وافقت ان هي تعمل كلام. she said no I can't help you she refused. يبقى بناء على اللي قالته هنا I can't help. I can't help يعني ايه؟ يعني انا رفضت ان انا اساعدك، بتتحول لي الريفيوزد. كلام جميل. he said to me congratulations تهانينا she congratulate me. الكلام المباشر عندي بيعبر عن حقيقه فاكتس علميه وما بعملش فيه اي تغيير، زي الحاجات اللي هي بتحصل. يعني الشمس بتطلع الصبح the sunrise in the morning، تمام. عندي الجمله هنا اللي موجوده معايا ايه؟ قال لي said water boils at 100 سلسيوس. سلسيوس معناها وحده قياس درجه الغليان الميه، وحده درجه برضو الحراره. he said that the water boils at كذا. طب مستر ما بتتحولش ليه؟ ان هي حقيقه. انت قلت لي هتحول بويلز، هنا فعل اسمه يغلي. بويلز يغلي، ما هي دي حقيقه حولها لا. هنا في الحالات بتاعت الحقيقه ما بتتحولش. طب لو الفعل قول ماضي وانتهى من فتره بسيطه، الضمائر هي اللي بتتغير فقط داخل القوس وما بغيرش الازمنه او الظروف. زي مثلا كلمه now just at the moment ago he said now. طبعا الجمله دي هنا كده عندي دايركت، جمله مباشر يعني بتتقال في الوقت الحالي. I'll visit you next week. he said just now that. طيب لما اجي احولها اعمل ايه يا مستر؟ طبعا انا كده بحط الفاعل كما هو say just now. بعد كده بعمل حذف للكوتيشن مارك. بعد كده بحط كلمه ذات he will visit me next week، تمام. في حاله ثانيه عندي الاف بيتغير على حسب الحاله الاولى فقط لا غير. دي خلي بالك من التريكات لان الحاجات دي مهمه جدا. بيقول لي he said to me I'll buy a car if I have enough money. I'll buy a car انا هشتري سياره لو انا معايا فلوس. طيب حاجه احولها he told me he would buy a car. برضه حذفت عندي الحاجات اللي موجوده وقلت ايه he would buy a car if he had enough money. في حاجه عندي مهمه خطيره برضه، جملتين نربطهم ب and that و and that زي الجمله دي. يقول لي said I can't do my homework today I will do it later. انا مش هعمل واجبي النهارده and I will do it later هعمله بعد كده. حولها هنا كلمه he said that he couldn't do his homework that day after he would do it later. he said I will spend a lot of time in a hospital last year طبعا. بعد كده جه قال لي he said I will spend a lot of time in the hospital. لو المخاطب داخل الاقواس، بحطه خارج الاقواس لان هو مخاطب، يعني بحطه كصيغه كالمفعول زي المفعول بالظبط بعد فعل قولي said I will visit you علي he told me he would visit علي، تمام. طيب عايزين نحل شويه جمل كده مع بعض. احمد
says that he went goes had gone to Alexandria. هل هو حدث ولا حدثين؟ يعني عندي حدثين هختار ما بينهم ان انا اجيب الاول زمن الماضي التام اللي هو الهادي والبوست بارتيسيبل، ولا اجيب عندي زمن الماضي البسيط اللي هو مثلا عندي حدث واحد. في الحدث الواحد اللي موجود معايا كتحويل يبقى احمد says that he went ماضي بسيط. ليه went؟ لانه هو حدث واحد. الحدث الواحد اللي موجود معايا بحط له ماضي بسيط فقط. ليه؟ لان اصلا زمن الماضي البسيط بيعرفني ان حاجه حصلت في زمن الماضي، حاجه حصلت في زمن الماضي وانتهت، حاجه حصلت في زمن الماضي وانتهت. طيب نمبر 2 he told said asked order he was living with his uncle. يبقى هو he was living هو اخبرني ولا قال لي ولا سالني ولا امرني؟ يبقى هو he told هو بيكلم حد. في هنا مخاطب؟ مفيش هنا مخاطب. كان في حاله ان انا لو هجاوب told هيبقى عندي مخاطب، انا ما عنديش مخاطب. يبقى هو قال ان هو، يعني هو اللي قال، هو ما قالش لحد، هو بيقول في المطلق ايا كان بيقول، ما هو ما قالش لحد معين او خصص حد. he was living with uncle. he said that he would write is writing was writing the letter then. وقال ان هو كان بيكتب الخطاب، هيكتب الخطاب بعد كده. كانت is writing، مفيش حدثين وحدث واحد. وفي المستقبل اللي هجيبه في الترتيبات اجيب would والمصدر ولا am و is و are و going to المصدر، وهتبقى متحوله. يبقى الاجابه طبعا عندي was writing. he told me that he will reach، مش هينفع would reach had reached كايرو the following week الاسبوع القادم. يبقى حاجه بتدل على المستقبل وحولتها للماضي يبقى would reach. تمام. سمير said told us spoke he had never been to Luxor. سمير قال. طب هل في مخاطب برضه نفس الجمله الاولانيه اللي عندي؟ ما قالش، يبقى عندي said. احط told لو في مخاطب. خلي بالكم اللي بعده الاقواس. اجيب الجمله من الاول الى الدوت اللي عندي عشان دي مهمه جدا. نمبر 6 he said that he had attended was attending had attended has attended the day before. يبقى ده بيتكلم على the day before اللي جاي من كلمه yesterday اللي هو امس طبعا. يبقى هو قال ان هو was attending هيحضر. هل في حدث ولا حدثين؟ يبقى لا، حدث واحد، احط معاه زمن الماضي البسيط. اتمنى لكم التوفيق وتراجعوا على القاعده. لو في حد طبعا عنده سؤال علشان يقدر نفسر معاه طبعا ما يتاخرش. بالتوفيق.